تعالوا بقى كده مع بعض نعمل وصفة جميلة جدا وحلوة قوي قوي. تمنها بره بتتباع ب250 جنيه. يعني هنعملها النهاردة من صدر فرخة. طريقة تعجبك جدا وطعمها في منتهى الجمال. طعمها جميل وبتدي معاكي كمية جميلة جدا من صدر فرخة بس. هنكون مطلعين النهاردة الجمال اللي انتم شايفينه ده. يعني تسميها كده لانشون الفراخ المدخن، تسميها الترك المدخن، تسميها الروم المدخن، الروستو المدخن. ايا كان الاسم بتاعها هو طعمها جميل جدا وحلوة قوي قوي قوي. هنعملها النهاردة ومش هتاخد منك وقت خالص، يعني وقتها كله يعتبر في تسويتها بتاخد منك ساعة بس بتطلع معاكي النتيجة اللي انت شايفاها ديت. نتيجة جميلة جدا من صدر فرخة، هتكوني مطلعة الكمية اللي قدامك دي. كمية حلوة قوي، تقدري ان انت كمان تعملي منها وصفات كتيرة جدا. تقدري ان انت تشكليها، تقدري تعمليها محشية من جوه، تقدري تعمليها زي ما انا هعملها النهاردة. دي ابسط طريقة لها. يعني طريقة كده على السريع حبيت ان انا اشاركها معاكم، لان طعمها فعلا خطير جدا، طعمها جميل جدا، حاجة كده مفيدة لاولادنا ومغذية وبتدي معاكي كمية كبيرة من صدر فرخة. هتكوني مطلعة الكمية اللي انت شفتيها ديت، يعني دي مش الكمية كلها، دي كانت نص الكمية ودي بقية الكمية، فقطعتهم كده وبتقدروا تحفظيهم في علبة تلاجة عادي. وبتبقى معاكي كويسة جدا طول الاسبوع شغالة في منتهى الجمال. سمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. ونشوف مقدارنا بسيطة جدا. معايا صدر فرخة كده متقطع، هو كبير شوية. تمام. ايا كان الكمية معاكي، صدر فرخة صدرين فرخة هيطلعوا معاكي كمية كبيرة اوي ضعف المقادير، وان شاء الله انا متأكدة ان الطعم هيعجبك جدا. هنفرمه فرمة كويسة جدا في الكبة. تقدري تفرميه في مطحنة الخلاط. تمام. يعني المتاح عندك تقدري تشتغلي بيه. تفرميه كده، اهم حاجة ان انتي توصلي القوام يكون ناعم زي ما انت شايفة كده. تمام. انا هنا كده بوريكي القوام بتاعها ناعم خالص، نعمت معايا. وتقدري تسهلي على نفسك ان انت تحطيها كده، يعني مثلا ربع ساعة كده في التلاجة، ان هي تشد معاكي شوية علشان تتفرم معاكي بسهولة. نزلت بنص كوباية نشا ونص كوباية مية. وهنا مقاديرك بسيطة جدا وخفيف. 3 معالق زيت. 3 معالق زيت كده. والبهارات هنا تقدر تستغنى عن اي نوع بهارات انت ما بتحبهوش. تمام. معايا حبهان بودرة. حطيت كده ربع معلقة، نص معلقة بهارات مشكلة. تمام. وهنا نص معلقة فلفل اسمر. وهنا كده دي بهارات، بتبقى بهارات كده مدخنة بتيجي بتدي طعم حلو قوي. تمام. وهنا حطيت نص معلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر. وحطيت مرقتين ماجي. نص معلقة الملح على نص معلقة بيكنج باودر. تبقى حلوة قوي. تقدري تضيفي بهارات تانية، تقدري تضيفي اي نوع بهارات مشاوي. هتديكي طعم في منتهى الجمال اكتر واكتر. تقدري تضيفي كمان معلقة من بهارات البرجر، برضو بتدي طعم جميل جدا. اي نوع بهارات زي ما قلت لك تقدري تشيلي وتحطي براحتك جدا. تمام. هنا الملح معايا مظبوط جدا. هتبداي ان انت كده تنزلي الجوانب وتفرميها كمان فرمة كويسة قوي. وكده يعني خلاص تعتبر الوصفة كمان جهزت معانا. يعني ما بتاخدش منك اي وقت خالص. هديلها كمان فرمة كمان علشان تنعم معايا. انا هنا كده بوريكي، شوفي متماسكة وفي منتهى الجمال. نص كوباية المية بتبقى متلجة، تكون متلجة علشان تديكي نتيجة حلوة وتبقى الخليط معاكي ناعم ويتفرم معاكي بسهولة. تمام. هنا خلاص خلصت كده فرمها وهبتدي ان انا اشكلها بقى. حابه تشكليها رول واحد مفيش مشكله، حابه تشكليها اتنين كده زي ما انا عملتهم يكون حجمهم صغير، هي بتزيد معاكي. يعني كده وانت بتسويها بتلاقيها كده اتنفخت، قبت كده يعني ملت الحجم وبترجع تقل تاني شويه. هنا ابتدي ان انا اشكلها. تقدري ان انت تشكليها في اكياس حراري. انا هشكلها في استرتش راب كده. يعني يا دوبك هنزل كميه كده على قد الاسترتش راب اللي معايا. انا هعملهم في رولين كده زي ما انتم شفتوهم في الاول. هعملهم كده حجم يكون صغير حلو كده. تبتدي ان انت تضغطي بقى عليها كده زي ما انت شايفة وتربطيها من الجنبين. تمام. انا عملتها حجمها صغير علشان انا اقدر اربطها من الجنبين كده. حابة تعمليها في رول واحد مفيش مشكلة. بس يعني نصيحة اعمليها كده ايه، لو عملتي نفس الكمية اللي انا عاملاها اعمليها في رولين كده حلوين. وبقى علشان ما تتفتحش كده. تقدري برضو تسويها بطريقتين. هنشوف بس احنا بنعمل ايه دلوقتي. انا هنا بلفها مرتين تمام علشان اكد برضو على اللفة بتاعتي. وعلشان كده لانها زي ما قلت لك فيها بيكنج باودر فبتزيد معاكي كده بتتنفخ كده. علشان تبقى انتي متبته عليها كويس قوي علشان ما تتفتحش في الميه.
تقدري ان انت تسويها بطريقتين، بطريقة البخار، وتقدري تسويها زي ما انا سويت قبل كده في المية المغلية، مفيش اي مشكلة خالص. يعني اي طريقة هتبقى معاكي في منتهى الجمال. تمام. عملت كده الكمية التانية زي ما انتم شايفين. يعني من اقل حاجة يعني صدر فرخة بيعمل معاكي كمية في منتهى الجمال جدا، حلو قوي. يعني هتقولي لي مثلا صدر الفرخة ده كان في حدود قد ايه؟ في حدود مثلا قولي 370 جرام كده. تمام. هتبتدي بقى في هنا كده حتت كده بتلاقيها منفوخة كده مع مليانة هوا، تبتدي ان انت تفرغيها كده بدبوس. دبوس كده بتستخدميه في المطبخ، هتبتدي ان انت تفرغيها زي ما انت شايفة كده. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكبسها كبسة مظبوطة علشان ما يبقاش فيها فراغات. تمام. في ورق بقى كده، ورق حراري، هنبتدي برضو نلفه كده، وهلفها لفة واحدة بس، يعني مش هلف في ورقتين ولا حاجة، هي لفة واحدة بس كفاية قوي. لان انا يعني حكمها كويس قوي بالورق الفويل اللي انا عملته، بورق الاسترتش راب اللي انا عملته. ورق الفويل ده انا حطيت ورقة واحدة بس. زي ما انتم شايفين حجمها حلو قوي، وكمان طعمها تحفة، طعمها جميل جدا. وزي ما قلت لك تقدري تعمليها كمان بطريقة تانية، تقدري انت تحشيها من قلبها، تفردي كده العجينة بتاعتك وتحشيها، تبقى تمام معاكي ان شاء الله. هجرب برضو الوصفة معاكم. هنا انا بصراحة بحب تسوية ان انا احطهم في المية، هم مش هيجرى لهم اي حاجة خالص، ولا المية بتوصل لهم، بس بيستووا معاكي اسرع. وشوفي حجمها عامل ازاي، يعني اتنفخت كده وقبت قوي. بس ما تقلقيش ده كله يعني دلوقتي. هتبتدي ان انت اول ما تطلعيها تاخد معاكي وقت ساعة، ساعة ما تقليش عنها خالص. ساعة بالظبط بتبقى مستوية. انا ما بختبرهاش لاني مجرباها كذا مرة، فعارفة الوقت بتاعها. تاخد معاكي ساعة، بتطلع معاكي في منتهى الجمال. تمام. يا دوبك دقيقتين تلاتة كده بس ان انا اقدر ان انا اتحملها، ان انا امسكها، وبدأت ان انا افتح على طول عليها زي ما انتم شايفين كده. تبتدي تفك بقى الاكياس اللي انت عملتيها، وتفك الاربطة اللي انت عملتها ديت. وعلى طول بشتغل فيها على طول، يعني ما بسيبهاش تبرد ولا اي حاجة خالص. يعني يا دوبك ايدي كده قدرت تتحملها، وابتدي ان انا افكهم زي ما انتم شايفين. معاكي بقى اختيارات كتيرة جدا. تقدري ان انت تدهنيها هنا دهنة بسيطة من العسل الاسمر، تقدري تدهنيها دهنة بسيطة من دبس الرمان، تقدري تدهنيها آه يعني انا هنا بدهنها معاكم اهو. دهنتها كده معلقة مستردة. يعني معاكي اختيارات كتيرة ان انت تدهنيها. ممكن ما تدهنهاش خالص وتبتدي ان انت تسويها، يعني هنديلها تحميرة كده على البوتاجاز بس. كمان الدهان ده بيديلها لون حلو قوي. فمعاكي اختيارات كتيرة تقدري تدهنيها. عندك عسل اسمر دهنة خفيفة خالص، دبس رمان دهنة خفيفة خالص. زي ما قلت لك هي معلقة واحدة بس من المستردة، ودهنتها دهنة خفيفة خالص. معلقة كده برضو من الزيت، يعني معلقتين كده من الزيت في قلب طاسة، ويسخنوا معاكي كويس، وهتبتدي ان انت تحمريها على طول. هنا لو مش مستخدمة، يعني لو ما حطيتيش فيها بهارات من البهارات اللي بتتشرى ديت، بهارات المدخنة، تقدري، او بهارات مشاوي، تقدري ان انت ساعتها تولعي فحماية كده وتحطيها كده تحت منها وتلفيها في ورق فويل كده، او تغطيها. يعني هتاخد معاكي ريحة وطعم في منتهى الجمال. انا بحب ريحة بصراحة الفحم، فممكن تعملي الطريقة دي تبقى جميلة جدا. بس انا بصراحة اكتفيت بالبهارات وبالحاجات اللي انا حطيتها. هي كان بصراحة ريحتها قلب البيت كله، وهي قبل ما تستوي وبعد ما استوت كمان. يعني جرب الطريقة ديت ان شاء الله هتعجبك. يا ريت لو وصلت معايا لغاية هنا كده ما تنسنيش في اللايك والاشتراك، وتفعلي معانا كده الجرس. بنعمل فيديوهات تكون بسيطة وخفيفة، وحاجات متاحة كده للجميع يقدروا يستخدموها. يعني وصفات زي كده بتوفر عليكي وقت ومجهود وفلوس كمان كتيرة. فزي ما قلت لك كده، انا هنا يا دوبك ايدي بس قدرت تتحملها، وابتدي ان انا اقطعها. ممكن تسيبها بقى تبرد خالص، تقطع معاكي برضو، تعرفي ان انت تتحكمي فيها اكتر، وتقطعيها كمان شرايح تكون رقيقه براحتك. بقى هنا حباها السمك بتاعها يكون سميك شويه، حباها تكون رقيقه براحتك. وهنا التقطيعه بقى اللي ترجع لك انت. انا هنا بصراحه خلاص يعني حبيت ان انا كده اشارك معاكم الفيديو، فقطعتها على طول وهي كانت دافيه في ايدي، يعني حتى ببدل ايديا كده لانها لسه تحت ايدي سخنه. ابتدي ان انا اقطعها كده، والتقطيع هنا مش فارقه معايا، يعني تتقطع تخينه رقيقه، يعني هو كله هيتاكل. فهنا بس ايه، زي ما قلت لك كده ابتدي قطعيها بقى، احفظيها في اكياس. ممكن
بعد ما تقطعيها تولعي حته فحمايه كده في قلب العلبه اللي انت هتحفظي كده وتحطيها، تبقى ريحتها فظيعه. بس بصراحه هي الوصفه مش مستاهله اي حاجه بصراحه، لان هي طعمها وريحتها جميله جدا. انا متاكده انك لو جربتيها هتعتمديها على طول. وزي ما قلت لك انت ممكن تشكلي فيها اشكال كتيره جدا، يعني اي حشوه انت حابه تحشيها. لو هتحشيها خضار هتتحشى معاكي وهتبقى في منتهى الجمال لاولادك، كده حاجه ياكلوها كده على السريع. طعمها طعم الوصفه جميل جدا. وممكن على فكره تبدعي فيها وكمان تعمليها في العزايم. هتقولي لي هتعملي لانشون في العزايم، اقول لك والله بجد انت لو دقتيها طعمها فراخ مش طعمها لانشون خالص، يعني طعم الفراخ بالظبط. تمام، واحلى كمان. الوصفة جميلة، جربيها على ضمانتي، وانا متأكدة ان انت هتبدعي فيها اكتر واكتر، ومتأكدة ان انت هتشكلي فيها اكتر واكتر. لما بيكون في وصفة تكون حلوة واولادك بيحبوها بتحبي ان انت تعمليها على طول. عملت معاكم اللانشون، لانشون الفراخ، وبصراحة ربنا ما ببطلش عمايله من يوم ما جربته وعملته، لان هو فعلا حاجات انضف من اللي بره وارخص بكتير. واشوفكم في رعاية الله وحفظه في امان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.